بعد 20 سنة من أول غزو فضائي سنة 1996 العالم بقى في سلام، والدول سابت مشاكلها على جنب وعملت منظمة للدفاع عن الأرض والفضاء، واستخدموا قطع من السفن الفضائية اللي وقعوها، وعملوا هندسة عكسية للتكنولوجيا الفضائية، وعملوا نظام إنذار ضد التهديدات الفضائية. المنظمة عملت مقرها الرئيسي في المنطقة 51، وكان في قواعد على القمر والمريخ، واللي الناس ما تعرفوش إن الفضائيين لسه بيراقبوا كوكب الأرض، والرئيس السابق ويتمور لسه بيعاني من كوابيس بخصوص الموضوع ده، وفي أحلامه بيشوف شكل دائري ومش قادر يبطل يرسمه. في نفس الوقت في قاعدة القمر جيك وتشارلي كانوا بيسحبوا جزء جديد من النظام الدفاعي للقاعده علشان يعملوا سلاح عملاق، وفي وسط العمليه ديت بيحصل المشكله وما بيقدروش يرفعوا السلاح. القائد جانج بيطلب منهم ينسحبوا، لكن جيك ما سمعش الكلام واستخدم سفينته علشان يرفع السلاح تاني، وشغل المحرك اللي ممكن يحرق السفينه، بس جيك اتصرف بسرعه ورجع السلاح لمكانه قبل ما يحصل مشكله. لما رجع للقاعده جانج فضل يوبخه ويلومه على الخطا اللي عمله. وفي المنطقه 51 الجنرال ادمز بيتم استدعائه للقاعده لحاله طارئه. الفضائيين اللي مسكوهم من 20 سنه كانوا في حاله سكون، لكن دلوقتي صحيوا فجاه وكانوا بيتحركوا. ادمز كان عايز يناقش الموضوع ده مع مدير منظمه الدفاع عن الارض، لكن مش عارف يوصل له. اتضح ان ديفيد في افريقيا مع فلويد المراقب المالي اللي عينته الحكومه. كانوا متجمعين مع امير الحرب امبوتو وقواته المتمرده اللي حوالين مقرهم هياكل غريبه. ما كانوش مبسوطين انهم شافوا ديفيد، بس قبل ما الامور تبقى سيئه كاثرين اتدخلت بسرعه واكدت لهم ان ديفيد معاها. واتضح ان كاثرين كانت شغاله هناك لفتره، كانت بتدرس العلاقه النفسيه بين امبوتو والكائنات الفضائيه. كاثرين خدت ديفيد علشان يشوف السفينه الوحيده اللي هبطت على الارض من 20 سنه. السكان المحليين حاربوا الكائنات الفضائيه اللي خرجت من السفينه ديت لمده 20 سنه، وامبوتو وضح ان انوار السفينه اشتغلت من نفسها من يومين. كمان اكتشفوا حفره عملاقه في الارض، وده بيكشف ان الكائنات الفضائيه كانت بتحاول تحفر في قلب الارض، ووقفت لما فجروا السفينه الام في الحرب الاولى. المجموعه دخلوا السفينه واكتشفوا ان الكمبيوتر بيبعت اشاره، وديفيد عرف انها نداء استغاثه وحد رد عليه بالفعل. في الوقت ده على القمر جيك كان بيعمل مكالمه فيديو مع صاحبته باتريشيا اللي طلعت بنت ويتمور. باتريشيا قالت له ان السرب الدوله هيزور قاعده القمر قريب، وده معناه ان صاحبهم هيكون معاهم اللي كان جيك اتخانق معاه من كام سنه. جيك كان على وشك يتسبب في موت ديلان وقت اختبار الطيران، فعلشان كده باتريشيا عايزه جيك يبقى لطيف معاه ويعترف ان ده كان غلطه. وبعد شويه وصل السرب، وكل الناس كانت متحمسه لمقابله ديلان علشان هو ابن زوجة بطل الحرب الاول ستيفن. وقت الغدا جيك قابل ديلان، وبدل ما يكون لطيف معاه سخر منه، وده بيخلي ديلان يضربه. جيانج خد باله، لكن جيك غطى على ديلان وقال انه وقع، وقبل ما يرجع لاوضته اعترف لتشارلي انه زودها معاه. تاني يوم في الجناح الطبي في المنطقه 51 الدكتور اسحاق زار مدير الابحاث اللي دخل في غيبوبه خلال الحرب الاولى. اسحاق انصدم لما اكون بيصحى فجاه، مش مدرك ان في 20 سنه عدوا غير لما شاف التغيرات على اسحاق. وفي نفس الوقت ادمز جات له اخبار ان القاعده فريا اتدمرت بالكامل، وهم دلوقتي في حاله تاهب. وفي افريقيا ديفيد اخيرا عرف بحاله الطوارئ، لكن كاثرين لسه مهووسه بتحليل الرسومات الدوائر اللي موجوده في كل مكان. امبوتو بياخدهم على مكتبه وبيوريهم كل الرسومات اللي رسمها بناء على الحلم اللي كان بيشوفه من وقت ما السفينه اشتغلت. الدوائر كان شكلها غريب جدا وبتدل على حاجه. امبوتو قدر يفك رموز بعض اللغات الكائنات الفضائيه كمان. وعلى القمر الكل بدا يخاف لما لاحظوا وجود دوائر في الغلاف الجوي، واتضح انه ده ثقب دودي خرجت منه آلة شبه اللي شافها امبوتو في حلمه. فبعتوا رساله للرئيس لانفورد، وديفيد بيفهم ان الكره دي عباره عن سفينه فضائيه. لانفورد قالت انهم لازم يهجموا الاول، لكن ديفيد شرح وقال ان دي مش نفس نوع السفينه من الغزو اللي حصل قبل كده، ممكن تكون جايه من جنس فضائي مختلف وبنوايا مختلفه. فسمحت لانفورد لمجلس الدفاع بالتصويت، واللي بيفوز فيه راي انهم يهجموا الاول. جيانج بيفعل سلاح القاعده العملاق وبيوقع السفينه بسهوله. ديفيد كان عايز يرجعها علشان يدرسها، وبتوافق لانفورد على انهم يبعتوا فريق من العلماء، لكن بتطلب من ديفيد انه يرجع للعاصمه لاسباب سياسيه، وده بيخلي ديفيد يتعصب. لانفورد اعلنت للناس انهم دافعوا عن الارض من هجوم تاني، وويتمور شاف الكلام ده في التلفزيون وقلق لانه حاسس ان دول مش نفس الفضائيين، فعلشان كده شايف انه لازم يحذر الكل. باتريشيا كانت شايفه انه لازم يهدى اعصابه ويثق في الرئيس الجديد. ويتمور وافق يروح ينام، لكن لما باتريشيا جت تطمن عليه بعد كده اكتشفت انه مش موجود. في الوقت ده جيك كان فاهم الاحباط اللي ديفيد حاسس بيه وعايز يساعده، فراح من ورا جيانج وسرق مكوك وسافر بيه على افريقيا، واخد معاه ديفيد وفلويد وامبوتو وكاثرين. وبعد رحله صعبه من خلال حطام السفينه القديمه بيلاقوا الكره، وجيك وديفيد بيساعدوا يرجعوها. وعلى الارض الولايات المتحده بتعمل احتفال لاحياء ذكرى النصر في الحرب الاولى. ويتمور بيقاطع خطاب لانفورد علشان يحاول يحذر الناس، لكن فجاه بيحس بصداع شديد وبيقع. وفي غرفه المستشفى بيكون بيرسم معادلات على الجدران، وفجاه بيحس بنفس الصداع. امبوتو هو كمان بيحس بنفس الصداع. الناس اللي موجوده على القمر بينصدموا لما بيشوفوا سفينه فضائيه جديده بتوصل وبتقرب من الارض. تشارلي بسرعه بيسيطر على المكوك وبيمسك جيك وديفيد قبل ما تصحكم. ادمز على الارض بيوصلوا تنبيه فبيوقف الاحتفال، وجيك بيتولى القياده علشان تشارلي يقدر يمسك الكره بتاع الروبوت. كان لازم يحاولوا اكتر من مره علشان ينجحوا، ولما بيبقوا جاهزين للانطلاق بيكتشفوا ان السفينه الام لها جاذبيه وبتجذب المكوك ناحيتها. جيانج بيبعت طيارين وبيشغل السلاح العملاق، لكن الطلقه بتفشل والطيارين بيرجعوا. السفينه الام دمرت السلاح، فجيانج بيؤمر الكل بالاخلاء قبل ما السفينه تقرب وتدمر جزء كبير من القمر والقاعده كمان. المنظمه بتشغل نظام الدفاع المداري، لكن السفينه الام بتدمر كل الاقمار الصناعيه قبل ما يقدروا يضربوا النار. وبعد كام دقيقه وصلت السفينه الام للارض وبدات تسحب معاها مكوك جيك لتحت. السفينه لما قربت اكتر بدات تدمر مدن كتير، والجاذبيه كانت بتسحب الناس والمباني مع بعض. ديفيد لاحظ ان السفينه رايحه ناحيه شمال المحيط الاطلسي
اخلصي، وجيك اضطر يبدا يعمل حركات جنونيه علشان يتفادى الحطام اللي حوالين السفينه. لانفورد امر باخلاء كل المدن الساحليه، بس بعض المراكب ما وصلهاش الخبر في الوقت المناسب. يوليوس ابو ديفيد كان بيبحر، لما شاف السفينه وهي بتوصل اتصل بديفيد على طول علشان يقول له ان السفينه دي اكبر بكتير من اللي شافوه قبل كده، لكن المكالمه قطعت لما السفينه الام هبطت ويوليوس خبط في مركب تاني. بيوصل فريق الطيارين من القمر علشان يساعدوا في الدفاع، لكن ديلان مش بيوصل في الوقت المناسب، لكن بيضطر يتفرج على امه وهي بتساعد ست وطفل بيهربوا قبل ما المستشفى تنهار عليهم. باتريشيا وويتمر وبيقابلوا ادمز في المنطقه 51، واكون بيهرب من اوضته علشان ينضم لاجتماعهم. الفضائيين اللي كانوا محبوسين اتجننوا، واكون بيعتقد انهم بيحتفلوا. لما ديفيد والباقيين بيوصلوا، ويتمر اتسلل الاوضه مقفوله وحرر واحد من الفضائيين علشان يحاول يتواصل معاه. الفضائي استخدم مجساته ومسك ويتمر واتكلم من خلاله. كاثرين بتوري الفضائي الرسومات وبتساله عن معناها، وده بيخلي الفضائي يغضب. الجنود بيلاحظوا ان نوبه الغضب بتاعه الكائن الفضائي ممكن تقتل ويتمر، فبيضربوا نار عليه علشان يوقفوه. الرصاص ما كانش بيأثر فيه، لكن امبوتو بيجي وبيستخدم السيف بتاعه علشان يهاجم الفضائي. الجسم الكبير ده بيطلع مجرد درع، ولما بيتكسر بيظهر الفضائي الصغير الحقيقي اللي امبوتو قتله على طول. وفي الوقت ده على الساحل مجموعه من الاخوات كانوا بيحاولوا يسوقوا بعيد وبيدوروا على مكان امن. وسط الحيطان بيلاقوا مركب يوليوس مدمر، هو مغمى عليه جواه. بيتاكدوا ان هو لسه عايش وبياخدوه معاهم. فريق المنطقه 51 بيفحص السفينه الام، وده بيساعد ديفيد يفهم انه الفضائيين عباره عن خليه كبيره وان الملكه الضخمه بتاعتهم لسه واصله. بعد كده طياره استطلاع بعتت ليهم بث مباشر من تحت البحر بيبان فيه ان السفينه الام دي كمان بتقوم بعمليه حفر. بيظهر انهم بيدوروا على قلب الارض المنصهر، ولو وصلوا له هيقدروا يدمروا كل اشكال الحياه. ديفيد بيقول انهم كسبوا في الحرب الاولى لما دمروا السفينه الام، وده معناه ان لازم يكون في ملكه تانية جوه السفينه، وده معناه انهم مش محتاجين يدمروا السفينه القويه دي، لكن بس محتاجين يقتلوا الملكه. لانفورد وافقت على الخطه وامرتهم يدوروا على الملكه. كل الطيارين بيجهزوا، والطيارات بدون طيار هتطير قدامهم علشان تعطل الدروع. بعد كده الطيارين هيغطوا القاذفات اللي هتضرب صواريخ حربيه المفروض تخترق الهيكل وتقتل الملكه. الطيارين قربوا من السفينه الام اللي على طول شغلت الدفاعات. الطيارات بتحاول بكل جهد تلف حواليها وتفضل في وضع الدفاع، لكن السفينه محميه بشكل قوي جدا ومش ممكن يوصلوا لها. بعد ما خسروا طيارتين، جيك بيقول لهم ان دخول السفينه هو الحل الوحيد المتاح ليهم. ديلان بيوافق على الخطه وقال انه خطر، لكنه كمان الطريقه الوحيده. فادمز بيديلهم الاذن يدخلوا، وفي نفس الوقت بيأمر الباقيين يدعموهم. ولما الطيارات دخلت انصدموا لما شافوا ان في نظام بيئي كامل جوه. في اللحظه دي ويتمر صحي وقال لباتريشيا ان الملكه عارفه انهم جايين. باتريشيا جريت على ادمز علشان تقول له انه فخ، لكن الوقت كان فات. الملكه بعتت موجه خاصه عطلت كل الطيارات النفاثه. الطيارين بدأوا يقعوا واحد ورا التاني، لكن رغم كده لسه بيحاولوا يضربوا القنابل علشان يخلصوا المهمه. للاسف الانفجار ما اصابش الملكه لانها محميه بمجال طاقه حواليها. فجاه طلعت موجه تانية من النظام الفضائي، والموجه دي كانت كبيره جدا لدرجه انها عطلت كل الاقمار الصناعيه وقاعده المنطقه 51 والمخبأ بتاع الرئيس. السفينه الام استغلت الفرصه ديت وهاجمت المخبأ، وده ادى لموت كل اللي جواه بما فيهم لانفورد. وبعد شويه وصل القاده العسكريين للمنطقه 51 وعينوا ادمز رئيس جديد لامريكا. كاثرين عرضت رسومات اكون على امبوتو وقدر يترجم شويه منها. الرسومات دي كان فيها اشاره الحرب بين المجرات وازاي يوقفوا العدو قبل ما يوصل للارض، وده خلى امبوتو يفهم ان الكره عايزه تكون حليف لان الفضائيين اعدائهم برضه. وجوه السفينه الام جيك وديلان وكام واحد تاني من الطيارين كانوا لسه عايشين، فدلوقتي لازم يستخبوا في النظام البيئي علشان ما يتقبضش عليهم. وفي القاعده اكون قدر يفتح الكبسوله باستخدام ليزر خاص وبيمسح الكره، لكنه مش قادر يكتشف اي اشاره. فلويد من فضوله بيقرب ويلمس الكره، وبيبدا السطح الاملس يمتص ايده. وبعد كام ثانيه الكره بتشتغل وبتسيب فلويد وبتبدا تتكلم بالانجليزي اللي اتعلمته من عقل فلويد. في نفس الوقت الملكه بتاخد قراءات لنظامها وبتقرر تلبس قطعه كبيره من الدرع. الطيارين ما كانش في ايدهم حاجه غير انهم يتفرجوا على السفينه الام وهي بتطلع فجاه علشان تبدا هجوم جديد. الكره بتبدا تشرح انها اعترضت نداء استغاثه الفضائيين وجت علشان تحاول تحذر البشر، لكن البشر هجموا عليها من غير ما يسالوا اي اسئله. الكره ده حاربت الكائنات الفضائيه اللي كانت بتغزو الكواكب قبل كده، وبيسموا السفن الكبيره بتاعتهم سفن الحصاد لانها بتروح من كوكب للتاني علشان تجمع الوقود. وهو الوحيد اللي نجا من كوكبه، والنظام بتاعه بيحمل سر التكنولوجيا المتفوقه. وفي كوكب مخفي بيعلم اللاجئين اللي جايين من عوالم تانية ازاي يبنوا اسلحه تقدر تهزم الغزاة، وعلشان كده الفضائيين خايفين منه. بس للاسف دلوقتي بعد ما تم تفعيل الكره الملكه تقدر تعرف مكانها. ديفيد قال لو الملكه جايه ممكن يصطادوها زي ما هي اصطادتهم الاول. ديفيد واكون شايفين انهم يقدروا يخفوا الكره الحقيقيه جوه غرفه منعزله ويكرروا اشاره الاشعاع زي اللي بتطلع منها باستخدام فخ مليان قنابل، وبعدين الملكه تتتبع الاشاره دي للفخ. الحاجه الوحيده اللي محتاجينها هي طريقه يتعقبوا بها الملكه. ادمز قال لهم انه لسه عنده رادار قديم من الحرب الاولى. ادمز وديفيد اتكلموا مع الطيارين اللي باقيين ووضحوا ان بما ان الاقمار الصناعيه متعطله لازم حد يطير لتفجير القنابل يدويا، وده معناه ان الطيار مش هيخرج من المهمه حي. باتريشيا كانت بتحاول تطوع للمهمه، لكن ويتمر اتدخل وقبل المهمه بدلها واتجاهل رفض بنته. وفي نفس الوقت يوليوس صحي واقنع الاخوات انهم ياخدوا له المنطقه 51، لكن البنزين كان خلص. وقفوا عند محطه بنزين ولقوا اتوبيس مدرسه فيه اطفال، السواق سابهم فقرر يوليوس يبقى المسؤول عنهم وركب الاتوبيس وكل الاطفال فيه وبدا يتحرك للمنطقه 51. وجوه السفينه الام الطيارين لقوا كائنات فضائيه. جيك حاول يشتت انتباه الفضائيين وكان بيهينهم،
يوم. في الوقت اللي كان اصحابه بيسرقوا الطيارات، الفضائيين ما عجبهمش اهانه جيك وبدأوا يضربوا نار عليه، لكن قبل ما يتحركوا ناحيه جيك الطيارين طاروا بالطيارات وخدوا جيك معاهم. الفضائيين اول ما شافوا الطيارين بدأوا على طول يطاردوهم ويقفلوا الابواب وراهم، علشان كده الطيارين اضطروا يعملوا حركات زياده علشان يهربوا من الموت. وفي وسط المعركه جيك بيعتذر لديلان انه كان تقريبا على وشك انه يقتله في السنين اللي فاتت، وبعد شويه الطيارين قدروا يوصلوا الابواب ويهربوا قبل ما تتقفل. كل الناس في القاعده كانوا مستعدين للهجوم. باتريشيا كانت بتتفرج على ابوها وهو خارج رغم انها كانت بتعارضه، وقررت انها تركب الطياره علشان تساعده. وفي نفس اللحظه يوليوس والاطفال بيوصلوا بالاتوبيس في نفس الوقت اللي وصلت فيه الملكه بجيشها. القاعده والكائنات الفضائيه بداوا يضربوا النار على بعض وبدات حرب جديده. ديفيد لاحظ الحافله وقربها لمنطقته علشان يحميها. الكره كانت في غرفه العزل والملكه اتعلقت بيها وفكرت ان ويتمور معاها الاشاره الحقيقيه. باتريشيا كانت بتطير بطيارتها جنب ابوها وبتودعه قبل ما يضحي بنفسه. في الوقت ده ديفيد حط درع حوالين جيش الفضائيين علشان يحتوي الانفجار، وويتمور دخل سفينه الملكه وفجر القنابل. وفي لحظه الفريق فكر انه انتصر، لكن لسبب ما لسه جيش الكائنات الفضائيه بيهاجم وسلاح القاعده الضخم اتدمر. ومن وسط الدخان اتضح ان الملكه لسه عايشه لانها كانت بتحمي نفسها بدرع الطاقه بتاعها. ديفيد ركب الحافله مع يوليوس والاطفال علشان يهربوا بعيد، والملكه بدات تطاردهم. كل الجنود رجعوا على القاعده علشان يدافعوا عن المكان من الهجوم الكائنات الفضائيه اللي جايه. وفي نفس الوقت الطيارين كانوا بيهجموا على الملكه اللي درعها كان بيحميها. كان فاضل 6 دقايق، وفي اللحظه دي باتريشيا لاحظت ان الملكه بتسيب الدرع بتاعها لثواني لما بتحتاج تهاجم. هي استغلت الفرصه دي وضربت النار على نقطه ضعفها اللي خربت الدرع وخلتها معرضه للخطر. الملكه اصطدمت بطياره باتريشيا علشان تنتقم منها. باتريشيا استخدمت المظله وهربت قبل ما الطياره تتحطم. الملكه حاولت تطاردها، لكن في اللحظه دي ديلان والباقيين رجعوا وهاجموا الملكه بالتكنولوجيا بتاعتها. وجوه القاعده الفضائيين لقوا الكره اللي كان اكون واسحاق بيحرسوها وبعتوا رساله للملكه بمكانها. ديلان وفاروق فقدوا السيطره على الطيارات لما الملكه استخدمت تقنياتها علشان تستخدمهم كدرع. فلويد وامبوتو هربوا وراحوا غرفه العزل علشان يحاربوا الفضائيين، لكن في وسط المعركه كائن فضائي ضرب اسحاق. وفي نفس الوقت امبوتو وفلويد كانوا بيقضوا على الكائنات الفضائيه. وقبل دقيقتين الملكه وصلت القاعده وبدات تضرب السطح علشان توصل للكره. ديلان سمى الدرع اعصار، فجيك جات له فكره فشغلوا الدفاعات اليدويه وخلوا الاعصار يعمل دوامه ناريه تطردهم بره الخليه. لما الملكه اخترقت القاعده واستولت على الكره، الطيارين رجعوا يتحكموا في الطيارات من تاني وضربوا عليها نار، فاضطرت تخرج من الدرع بتاعها. حاولت الملكه تهرب وكانت هتقع فوق الاتوبيس، لكن ديفيد رجع في اخر لحظه قبل ما تقع الملكه وتموت في الاخر، والكره وقعت. وزي ما حصل في الحرب الاولى، موت الملكه وقف التدريبات على طول وكل السفن الفضائيه اللي كانت على الارض وقعت. الناس في كل العالم احتفلوا بالنصر لما السفينه الام مشيت، واكون اكد ان الكره سليمه. ديفيد كان قلقان ان الارض مش هتقدر تصمد في هجوم تاني، لكن اكون فكروا ان الكره عندها برنامج تدريب، فعلشان كده الخطوه الجايه للبشريه هي انهم ينضموا للحرب بين المجرات. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.